مالك يا جوهري داخل هادي الحلقه دي؟ خير، انت ناوي تكسب الجوله دي ولا ايه؟ طب ما انا بكسب على طول، يعني ايه الجديد؟ انت عامل دوشه ليه؟ ناوي تعمل حاجه عن الحلقه دي ولا زي فريقك؟ يا عم لا عامل دوشه ولا حاجه. انا بحاول افكرك بس انت تبقى مركز. لا ما تقلقش، انا مركز وفايق ورايق، وشكلك انت متضايق عشان كده. يا عم انا متضايق ولا حاجه، خلينا نشوف بس ايه اللي هيحصل الجوله دي. ما تقلقش، انت كده كده هتستنى كتير. يلا بينا. انا جوهري اهلاوي من التالتة شويه، وانا عطيه زملكاوي من التالتة يمين. ودي صفاره خناق. جوهري وعطيه مش متفقين، نختلف كوره ونحترم بعض. هنتكلم في اللي شاغل الناس، كلام قهاوي، كل واحد يقول رايه بوضوح وبدون مقاطعه. ولو اختلفنا الصفاره تهدئ الملعب. جوهري ايه رايك في اداء المنتخب؟ وايه رايك في اداء لعيبه الاهلي عن المنتخب؟ وايه الاختلاف بتاع اداء لعيبه الاهلي مع الاهلي وبعد فتره قصيره جدا ادائها مع المنتخب؟ يا راجل ده انا تهت، كل دي اسئله. انت اللي مستواك بص صعب. هقول لك، انا شايف المنتخب يعني الصراحه قدم مباراتين على اعلى مستوى بامانه، يعني بالذات مباراه السعوديه، تمام. وادينا الصراحه كويس جدا مع اسبانيا. بشكل عام انا راضي يعني عن الماتشين دول، وليكن هم اصلا مش هيكونوا مقياس طبعا المستوى اللي هنأدي بيه الفتره اللي جايه، بس على الاقل هم يطمن يعني. نقدر نقول ان احنا مطمنين على المنتخب شويه يعني. اما بالنسبه للعيبه الاهلي يعني مع المنتخب، انا شايف صراحه فرق شاسع. ممكن يكون دوافع نفسيه وانهم عايزين يثبتوا ان هم كويسين، بس الاكتر ان على الاقل يعني في مدرب لاعب كل واحد في مركزه، لاعب الوينج يمين وينج يمين، ولاعب يعني انت شايف المشكله ما بين ترب وما بين حسام حسن؟ الاختلاف طبعا، وفي عامل يعني مش ما اقدرش اجهله، ان هم عايزين يثبتوا نفسهم بعد ما هم يعني اتقال عليهم مش لعيب. ولا انت شايف مثلا ان لعيبه الاهلي في المنتخب او عامه حتى مش لعيبه مش ضامنين مكانهم في المنتخب زي الاهلي؟ يعني في الاهلي مثلا ما تقدرش تقعد زيزو تريزيجيه بن شرقي قعقاب، بس في المنتخب لو ما اداش بالحماس لا ما والرجوله دي اعتقدش. مكانه هيبقى في حد مكانه تاني. بص ما اعتقدش ان ده العامل الاساسي يعني. هم اعتقد اكبر عاملين اللي قلتهم لك دول، واكبرهم واكتر وزنا ليهم يعني هو موضوع طرق، على الاقل كل واحد بيلعب في مكانه، كل يعني من غير فتي. ليه نفتي؟ ليه نفتي؟ ما الوينج يمين يلعب وينج يمين، واللي بيلعب بوكس تو بوكس يلعب، ويعني واللي بيلعب وينج شمال يلعب ويعدل على عدلته ويشوط. ليه نفتي؟ فتي مش حلو مش فاتي، انت اللي جبت له انت اللي جبت له 3 لعيبه في نفس المركز، انت اللي زنقته الزنقه دي. ماشي دي. معاك حق. طب خلينا نتكلم بقى شويه عن بعض اللعيبه التانية. انت رايك ايه في مصطفى محمد ووجهه نظر حسام حسن معاه؟ وهل انت راضي يعني عن معامله حسام حسن بالاخص مع مصطفى محمد ولا لا؟ بص هقول لك على حاجه، وقت ما بتبقى المركب ماشيه كويس بتبقى صعب ان انت تطلع للمدرب ان اللعيب ده ما بيلعبش ليه. ما بتكلمش عن مصطفى محمد، اي لعيب ما دام المركب ماشيه كويس. لو المركب فيها حصل مشكله في اداء المنتخب او كده او النتائج بالذات، بتبدا تشوف من اقل لعيب لاكبر لعيب انت ليه ما لعبتش ده، ليه ما نزلتش ده، كان المفروض تلعب ده مكان ده. فعشان كده عشان الدنيا ماشيه كويس فمصطفى محمد تحسه مش مظلوم بس مختفي شويه الصوره عنه. ناس كتير بتقول ان هو مستواه مش افضل حاجه، هو محدش شافه عشان يقول مستواه. هو مع النادي بيلعب عادي بس مع المنتخب ما بيلعبش عشان هو لعب شويه. هل انت شايف ان هو في الشويه اللي لعبهم دول كان كويس؟ انا شايف ان مصطفى محمد قطعا احسن مهاجم مصري، خصوصا انت ما عندكش احسن من مرموش اللي هو بيحط دلوقتي كمهاجم. ممكن يكون هو مرموش ممكن يكون مش سترايكر صريح زي مصطفى محمد، بس ممكن يكون بيخدم الطريقه بتاعت حسام حسن افضل. بس انا شايف ان افضل شيب للخط الهجوم بتاعنا ان يبقى صلاح يمين، مرموش شمال، ومصطفى محمد سترايكر صريح. طيب من اللعيبه الجديده اللي دخلت المنتخب الفتره اللي فاتت هيثم حسن، يمكن هو اجدادهم يعني، واجهه اول مره نشوف مصر. انت ايه رايك في ادائه في الماتشين؟ بص ومتوقع له ايه؟ انا بص رايي مختلف شويه عن الناس كتير قوي في الحته دي. الناس كلها عماله تقول ده يعني خليفه صلاح واحسن حد ممكن يجي. انا الصراحه اصلا يعني مش محبذ ان حته ان الواحد اصلا انا رغبته الثانيه او الثالثه. هو كحته مزدوج الجنسيه ممكن يعني هو كويس ان هو فضل مصر في النهايه، بس هو بعد عناء يعني. هو اللي انا فاهمه برضو ان هو اكتر من مره يعني حاولوا ان هم يتواصلوا معاه عشان يجي، وحصل اختلافات ساعه كوبر، وحصل اختلافات ممكن ما يكونش اختلافات ان هو رافض، ممكن يبقى هو كان ظروف النادي اللي بيلعب فيها او كده. كان نفسه يروح اسبانيا. طبعا هو فرصته صعبه جدا في حوار انه يروح اسبانيا في ظل ان هي يعني في
يعني النجوم دي كلها. بس انا امل يعني ان هو يكون كويس ويثبت ان فعلا المنتخب اداله فرصه ويثبت نفسه ويحقق اللي المفروض يعني مطلوب منه. طب هل تتوقع انه ممكن يبقى زيدان تاني او يمشي على نفس خطة زيدان مع المنتخب؟ اتمنى الصراحه، بس اتمنى يعني. بس توقعك؟ هو زيدان لما لعب حسسني ان هو فعلا مصري يعني. انا نفسي احس بس في الاول منه انت ان هو مشكلتك مع هيثم حسن مش لا انا الكورة، انت مشكلتك عايز هيثم حسن. انا عايز احس ان هو عنده عطاء الكوره بتاع المصريين. نفسي احس ده. اول ما احس ده اعتقد هو فنياته حلوه، فاعتقد ان هو هيأدي بعد كده كويس يعني. تمام. اعتقد يعني ان شاء الله، اتمنى ده وباذن الله يكون حاجه كويسه يعني مع المنتخب. طب انت بقى ايه رايك في زيزو؟ اظن يعني واخد مان اوف ذا ماتش، واخد بالك انت، وفرح ان جاي له 60 مليون وناس بتقول عليه جعان، واخد بالك انت، ما هو جعان فعلا. وهم مديونين ليه. في جعان يبقى ليه عند ناس 60 مليون؟ يا ريتنا شويه جعانين من يعني. ناحية جعان فهو جعان. بس زيزو مش متفاجئ، يعني مش متفاجئ مع اداؤه مع المنتخب، بالعكس هو ده المفروض اللي يعمله هو زيزو ما مع كانش المنتخب. اداؤه في الماتش الثاني زي الماتش الاولاني يعني، بس هو انتوا تصطادوا له قوي يعني. بس هو الماتش الاولاني كان الصراحه لا موضوع ان كان احنا عادي يعني. بنصطاد له عادي، دي بتحصل يعني طبيعي، اكيد مش هنحبه يعني، مش هنطبطب عليه، مش هن يعني ده حاجه شايفها عاديه، والعكس صحيح لو كان عند انت الاهلي. رايك فيه كلاعب ايه اصلا من الاخر؟ يعني ايه رايك فيه كده؟ يعني لاعب ما اتغيرش من كويس ساعه ما كان في عادي. الزمالك، رايي فيه ما اتغيرش من ساعه ما كان في الزمالك. انا شايفه لاعب كويس، مش ممكن ما يبقاش سوبر ومش عادي، بس هو لاعب كويس. اداؤه في ماتش السعوديه ما فاجئنيش، ده اللي المفروض يعمله زيزو اصلا. ما هو اللي فكركش اللوب اللي عمله بالجون بتاعه في بايه؟ الزمالك؟ لا جونه في الزمالك، الجون اللي جابه مع الزمالك كان احلى. منتخب يطمنك ولا لا؟ لا متفائل جدا، بس زي ما قلت لك برضو انا مشكلتي مع المنتخب الهجوم بتاعه. الدفاع انا متفائل بيه جدا، وشايف ان احنا منتخب صلب قادرين نقف على رجلينا. حسام حسن محتاج يطور الهجوم الفتره اللي جايه. افضل تشكيله من وجهه نظرك للي انضموا حاليا يعني؟ من وجهه نظري مش توقعات افضل تشكيله. يعني. لو انا هحط تشكيله شايفها الافضل للمنتخب هيبقى شوبير، محمد هاني للاسف، حسام عبد المجيد وعبد المنعم، اتنين مساكين، وباك شمال فتوح. افضل ان احنا في الظل اللي بيحصل ده ان احنا نلعب 2-6، مروان عطيه ومهند لاشين. مع كل مع كل الفرق. يعني انا بتكلم على التشكيله تبقى اساسيه، ويبقى قدامهم امام عاشور، على اليمين صلاح، على الشمال مرموش، في النص مصطفى محمد. دي مصطفى التشكيلة. محمد اساسي. انا شايف ان مصطفى محمد لازم يلعب اساسي. بص لو هتسالني يعني وجهه نظري افضل تشكيله اختارها من ضمن اللي لعبوا وانضموا للمنتخب الفتره دي، اتكلم شوبير، ثنائيه ياسر وحمدي جميله ومطمئنه. هاني باك يمين، باك شمال فتوح، بتتكلم حمدي فتحي خلاص قلنا عليه سيرد باك. انا عايز العب بامام بوكس تو بوكس وجنبه مروان عطيه. اتمنى يعني ان هو يبقوا في حالتهم برضو وقت ما نحتاجهم. وينج يمين زيزو، وينج شمال تريزيجيه، وقدام صلاح ومرموش. 2 مهاجمين 4-4-2 صريح. تخيل بقى جوهري في الزنقه بجد، وسؤالي ليك في الفقره الجدليه النهارده. فقره جدليه. صفقات الاهلي بقت بالاسم والمكايده اكتر منها ما تبقى مبنيه على اساس فني. يا باشا احنا طول عمرنا بالمكايده، احنا بنحب نحرقكم، عاجبك ولا مش عاجبك؟ تحرقونا ازاي مش فاهم. كابوسك هو ازاي زيزو. طب يا ابني ما هو بيجي على دماغكم في الاخر، انتوا اللي عمالين تعيطوا ليه يا بقالكم عم؟ كام شهر. ليه طول عمرنا بناخد اللعيبه جاهزه منكم، من الاسماعيلي يا من اي حد، عاجبك ولا مش عاجبك؟ احنا ناس كده يا عم، احنا ناس شياطين. طب ماشي، ده اعتراف يعني. لا مش فكره. بص هقول لك على حاجه، خلينا نتكلم بجد. لو بتتكلم عن الموسم اللي فات بس يعني احنا بتكلم على الفتره اللي فاتت، مش الفتره اللي الموسم فاتت احنا جبنا وخد بالك ما اقصدش المكايده بس، انا اقصد المكايده واسم يعني. انت قصدك مش مبنيه على اساس في الاختيار يعني، صح؟ اساس فني. اساس فني في الاختيار. بص خلينا نتكلم، لو عايز تتكلم بجد يعني، الفتره اللي فاتت اللي ممكن صفقات تتقال عليها كيديه، تتكلم بن شرقي، امام، زيزو. في حد تاني ولا انا ناسي؟ كان في واحد كمان معاهم في الفيديو، احمد عيد. لا ده مش مكايده، ده ده هطل، ممكن تقول هطل عبط، انما مش مكايده يعني. ما حدش شادي. اصلا كايد بيه يعني، فاهم؟ انا قايل لك ان هو اسوء. انا ما اقصدش ان هو مكايده بس، او اسوء صفقه جت لنا يعني. بص الثلاثه دول انا الصراحه يعني ما حدش يقول ان ما يبقاش عندي جناح اجنبي ومش عارف اجيب جناح اجنبي، ولا بن شرقي واقف قدامي وفري وعايز يرجع مصر، ما اقولوش تعالى واجرب. فاهم قصدي ايه؟ وهو يعني برضو جه اول ماتش ادى اللي عليه، ممكن في تخبط شويه، لسه ما وصلش ان هو بيبقى بن شرقي، هو اصلا سنه كبير.
وجاي سنه كبير، ما اعتقدش ان هو يقدر يقدم اللي قدمه زمان، بس ما فيش احسن منه كان على الساحه عشان اقدر اجيبه يعني. انما لو مين اللي قال ما بتتكلم، فيش احسن منه؟ ما هو احنا اصلا في الاجانب سواء مصر يعني زمالك ولا اهلي احنا مضروبين بالنار، واحنا بنعرف نجيب اجانب اصلا في مصر يعني. يمكن ده ايوه قلب بس شوية. كان الاسهل بالنسبه لك كاهلي ان انا ادور على صفقه اجنبي جناح سوبر يجي يلعب في النادي، صفقه ولا اجيب بن اجنبي شرقي اللي جناح الزمالك سوبر عايز اصلا ده يجيبه؟ مستحيل يجي في مصر، واخد بالك انت. ولو بتتكلم بقى لو قدامي واحد فري مش هدفع له اصلا ترانسفير فاليو، فخلاص ما انا ما اجيب الواحد اللي ببلاش ده. مش قصدي بن شرقي جه عشان هو الصفقه السوبر الاجنبي اللي ما فيش اختيارات غيره، ولا عشان بن شرقي جه علشان الزمالك كان الاثنين عايزه؟ الاثنين ليهم، ده ليه ويت وده ليه ويت، بس يعني لو عايز تقسمهم 50-50. لو طيب بتتكلم على كمل. زيزو فهو قطعا، انا عندي ازمه في اصلا في ونجات مصريين بجنسيه مصريه. عندي منافس الغريم التقليدي اللي مفيش زيه في مصر، انا دايما وهو ند بند، وعنده افضل نجم عنده. استحاله تقول لي ان هو يبقى فري ترانسفير ما كلموش، استحاله. فهو مش صفقه غيريه، هو فعلا ده مبني على اساس. وامام عاشور هو كان جاي لكم في الاول وانتم ما رضيتوش. يعني انت شايف ان وجهه النظر اللي انا بطرحها عليك النهارده غلط؟ بص، هي لو كان زمان كنت ممكن اقتنع يعني. في ناس كتيره كنا بنجيبها زمان ايام جوزيه يعني معنى كلامك الاهلي دلوقتي صفقاته كلها مبنيه على اساس فني لا مش ودراسي؟ كلها مبنيه على، لو بتتكلم على كلمه صفقات قيديه ما بتكلمش على كيديه، بس اقول لك مبنيه لا، على في كيديه صفقات طبعا واسمه طبعا وخلاص. قطعا، في صفقات طبعا قطعا مش مبنيه على اساس ولا زيرو اساس اصلا. طيب يبقى فين زيرو بقى ان انت أساس. مش مقتنع بالكلام ما ده؟ هو برضو في حاجات يعني مش عايز ابقى بقسو على هل الإدارة في دي حتة. اسوأ فتره بص، للاهلي لادارات الاهلي في التعاقدات مع اللاعبين؟ اسوأ تقدر فتره. تقول عليها كده لا اسوأ لا لا، كان في اسوأ اداره؟ منها، كان في اسوأ منها. لا، كان في يعني اداره اسوأ من فتره اداره محمود دومينيك الخطيب؟ والفترات دي يعني. كان في اداره للاهلي اسوأ من فتره محمود الخطيب في استخدام الصفقات؟ كان في فتره لمحمود طاهر كانت اسوأ من كده. لو انت مقتنع ان ممكن انا يبقى مقتنع في ان مشاكل. الاداره عملت عليها عملت اللي عليها في الصفقات الا في المهاجم. مفيش حد انت ما عندكش يختلف على. جناح شمال في الاهلي بيلعب برجله الشمال؟ جناح يمين بيلعب برجله الشمال؟ هو في مصر اصلا حد بيلعب برجله الشمال؟ في مين؟ مصطفى فتحي. اروح بس اجيبه؟ انا لا بتكلم. وترجع تقول لي صفقه قيديه؟ لا كنت تقدر تجيب جناح اجنبي يلعب برجله الشمال. ما هو مفيش يعني، ما انا جايب بن شرقي مين اللي قال واشول. انت طب ليه ما انا بتقول جايب بن شرقي مفيش؟ واشول. ليه بتقول مفيش؟ لما انا جبت وانت بن شرقي السنه الجايه واشول. ممكن تاخد بزيرة اصلا من الزمالك عادي. والله فازاي بتقول مفيش؟ لا ما استنضفش. كنتوا بتقولوا على زيزو كده وجالكوا لما يجي ان شاء الله بقول عليه كويس. وبعدين انتوا اساتذه في مجال الحاجات دي. طيب خلينا الناس تقول لنا رايها في الكومنتات، هل صفقات الاهلي فعلا دلوقتي مبنيه على اساس فني زي ما جوهري شايف، ولا بتعتمد على حاجات تانية من ضمنها الاسم والمكايد؟ وما ينسوش يعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس. سلام. قشطه، يلا بينا. يلا بينا. ايه ده، نسينا حاجه مهمه. اقعد. السبونسر. قول يا عم. بريليانت ريال استيت، استثمارك العقاري في ايدي امين. يا جماعه ما تنسوهمش، اللينكات بتاعتهم هتلاقوها في الديسكريبشن، خشوا واتفرجوا على العروض بتاعتهم. سلام. سلام.